يعني المولى عز وجل يقول في محكم كتابه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالمال قبل البنون، يعني أن الاقتصاد شيء مهم في حياة الإنسان. فحتى الإنسان الكويتي يستطيع أن يبدع وأن يعمل وأن ينتج، يجب أن يكون مرتاح اقتصاديا وماليا. وإحنا في بلد الله أنعم علينا وأكرمنا في هذا البلد بثروات طائلة. أنت تعرف قد يكون هناك تاجر بخيل، يعني عنده يملك المليارات، بس تشوف سيارته سكراب قديمة، تشوف بيته تعيس، تشوف لبسه تعيس. هو شنو استفاد من المال؟ أصبح المال بالنسبة له رقم في البنك. بس لم يستمتع بهذا المال، ولم يمتع نفسه وعائلته وأولاده بهذا المال. والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإحنا في الكويت، إحنا قاعد نقول إحنا بلد في الكويت لدينا 70 مليار دولار فائض سنوي، لدينا احتياطيات في البنوك الأجنبية، احتياطي أجنبي يقال أنه بحدود 500 مليار دولار، وأنا أقول قد يكون أكثر من ذلك بكثير. لأن لو حسبنا الفائض السنوي 70 مليار سنويا في 10 سنوات، هذه 700 مليار. فأنا أعتقد لدينا أكثر من 500 مليار احتياطيات، 70 مليار سنويا فائض سنويا. بس إحنا أصبحنا في الكويت مثل التاجر بخير، لم نرى أثر هذه الأموال والفوائض على الشعب الكويتي.